تحياتي. فضلا وليس امرا دعم هذه القناه باللايكات ديالكم لانه تقريبا سنه ما عمري حطيت في هذه القناه الاحتياطيه. المهم اخوتي ديروا الكيت، جبت لكم خبر الحقيقي. سبب ترحيل ولد شيشي من عكاشة إلى لوداية. السيد حسن القيطي يمارس الندوات ديالو مع السجين، وماشي أول مرة. وكيف ما كنقول لكم الخبر دار بوم، فتحركت إدارة السجون. وعلاش بالضبط سجن لوداية وماشي أي سجن واحد آخر؟ وفينك شوف تيتي، وفينك قناة الشعب، وفينك يا الخبر كنجيبوه من قاع الخابية؟ لماذا اقتصرتي على عنوان تم ترحيل ولد شيشي من عكاشة إلى لوداية سيتي؟ بطبيعة الحال لأن فاتي ما كتخرجش من عند شيشي. كلشي عارف على أنه فاتي عزيز عليها الكارطة ديال شيشي، ودير ليها البيخرات والدونات. هادشي داير بوم حتى من الكاسكيطة قالك ما كتخرجيش من عند شيشي. حتى منين هاد الصداع وهاد التقرباله ما بين عائله عباس وشيشي، انتي اللي دخلتي في قضيه الصلح والتنازلات، ودخلتي معاك ما يلقب بخوك الجوك. نتوما اللي جريتو وجاريتو حتى فعلا صالحتوهم، وعائله عباس تنازلوا لشيشي، وعائله شيشي تنازلوا لعائله عباس، لانهم غادي يفتحوا بعضياتهم. الا فتحوا بعضياتهم شلا صور غادي يتجبدوا، واش لا أسرار غادي تبدو، ربما حتى تتجبدي. فلهذا فلهذا راعيتو وبوجهها زهرية تخمامي ها باش يتيني الله، واقتصرت على عنوان ترحيل ولد شيشي من عو إلى لو. المهم أخوتي، الدري اللي هو ولد شيشي فعلا طلع زماح، والقضية أكثر من هادشي. القضية فيها مرض جنسي، فيها المرض. حيدوا الشين وخليو السين. فيها المرض، وإدارة السجون خافت العدوى ما بين السجناء. السيد بات ما صبح، ربما كيغري السجون، ربما إغراءات. الدري فيه الطوبة، وعارف راسو أنه مطول في الحبيبيس، عارف أنه غادي يضرب 3 سنين. صافي جاتو الحالة، كل مرة كيدبر على سجين، كل مرة كيدبر على واحد. ربما إغراءات، ربما غيعطيه، ربما. فاليوم غدا السيمانة الجاية 15 يوم السيد ريحته عطات ما بين السجناء. واش يلعب معاهم في الطواليط؟ الله اعلم. واش كيلعب مع هادوك اللي كاينين معاه في نفس الزنزانة؟ ربما. المهم اخوتي السيد ريحته عطات، لكن المرة الأخيرة حصل قيطي. حصل صافي. شنو حصل. فرات كتجري إدارة السجون، فقررت أنها ترحله للوداية. علاش بالضبط لوداية؟ لأن لوداية لحدود الساعة هو السجن الوحيد اللي فيه جناح الخاص بالأشخاص اللي عندهم ميولات مختلفة. من الآخر لوداية فيها جناح ديال الزوامح، يعني الله يحفظ ملي شي واحد كيدخل وكيبان على أنه فيه اللعبة، خوفا عليه وخوفا من نقل العدوى. لأن هذاك اللي كيكون زماح وكيدير شي حاجة وكيدخل، راه السيد راه فايت ناعس على كرشو 7000 مرة، علم الله شحال من مرة. وربما فيه شي مرض، وأنا جاياكم للمسقي. ربما فيه شي مرض، ربما شي حاجة وداخل. صافي بعد المدة كيبان السيد ما طبيعيش، لأن الزنزانة راه إلا دار شي حاجة اللي كيدو الواحد للسجن الانفرادي. أما على العموم راه كيكونوا عايشين في نفس الزنزانة. فملي كيكتشفوا أن هذاك الشخص عنده ميولات غير داك الشيء الطبيعي، كيميل اللي يحقق ليه المكانة، صافي كيهزوه وكيديوه ورحلوه للوداية وكيحطوه الجناح الخاص بالميولات المختلفة. كيكون عبارة على زنزانة فردية لكل واحد، كيكون بوحديتو، وما كيختلطوش بمرة مع السجناء، ما كيشوفوهمش. هادوك كيدخلوا من الاستراحة كتخوى القضية وتيخرجوهم من الاستراحة. الوقيته كذلك باش كيدوشوا الوقيته ديالهم معزولة بوحديتهم، بواحد كيدخلوهم كيحطوهم في زنزانة بوحديتهم. حيت شتي لا شاركوا هادوك الزوامح مع بعضياتهم راه عطا الله باش يخدموا.
إلا ما لقى راكم عارفين، راكم عارفين. فولد شيشي حتى هو داوه لداك الجناح في سجن الوداية. شتي راه حلولة قربت تسالي المدة السجنية ديالو ودو حتى فين السيد يلاه بدا، نورمالمون ما كيطرحلش حتى تفوت على الأقل نصف المدة. مالو ما رحلوا مع بنت عباسيك، الفرق الزمني بينها وبينه غير نص عام، غير 6 شهور، حتى هي ترحل معاه، وعلاش غادي يهزوه من كازا ويديوه لمراكش؟ باقي ما غاديش يخرج مني واحد كيقرب يسالي المدة السجنية كيديروها. متفق معاكم، ولكن هذه لا دار في طارئ. السيد اللي هو هادو ولد شيشي اللي هو غيدا مشكوك في أمره، وكانوا بزاف الناس الأصدقاء ديالو كيتكلموا على أنه عنده حرف السين، مرض حرف السين، السين والياء والدال والألف، كلشي كان كيقولها. ما نتيقوش حنا بطويلين لأنه كذاب، ولكن إلا مشينا لهشام المداح قالك ما كيبغيش يدير الإقامة خوفا من الفحص، وقالك هو عزيز عليه يدار 3 شهور 3 شهور 3 شهور يجدد الفيزا. الصدوقة ديالو اللي هي الملقبة بأم زايد، هذه هي اللي فكاتو من واحد المصيبة كبيرة ديال واحد السرقة ديال واحد المحل، لدرجة أن دخلات بنتها في هاد المعمعة. هذاك شفر وبغى يدعيه وفعلا دعاه، ناض حطات بنتها قالت لهم هذاك مول المحل تبسل لي على بنتي وهذا وفعل وترك، فين هي الكاميرا هذا الشيء خارج. المهم دارت لي ديك القضية، أنت دعيتي الرضا وأنا داعياك ببنتي. فقرر أنه يتنازل الرضا وحتى هي تنازلت ليه. خطيرة لأن الرجل الزوج ديال هاد أم زايد شرطي في الإمارات، هو إماراتي شرطي وفكاتو، وهاد القضية كانت غتدخلو للحبس ديال بصح لأنه مشدود بالكاميرا كيسرق. هاد السيدة هادي من بعد ما خرجت القضية وخافت على راسها فقالت فعلا كيقول لي أنا خايف من الفحص لا تخرج فيه شي حاجة ماشي تلهي. ونزيدكم هادو اللي كانوا مدابزين معاهم اللي هي يا مي خدوج اللي هي مايند فاطمه بنت عباس، واللي حتى هي ضربوها ب3 شهور ديال الحبس النافذ. هاد السيده هادي ملي كانت كطلع في التيك توك مع المكناسي والشعبي كانت فاش كانت كتغوت مع عائله شيشي، والله في لحد الساعه باقي عندي مسجل. قالت له مرضتي بزاف د الوليدات، قسما بالله الا بحال هكا، قالت له مرضتي بزاف ديال الوليدات مرضتيهم، وحنا عارفين ان ولد شيشي كينعس على كرشو، الفلوس والشهرة وكل شيء اللي بغاها كيشريها، اللي بغاها كيشريها، يخرج بالليل يتقدا وصافي. قالت ليه مرضتي بزاف ديال الوليدات. هو ملي غيبغي يدير اللعبه ديالو غيقول له هذاك الاخر اللي جايبو، وداك التسجيل كان خرج، واحد التسجيل كان خرج، وكان رضا تيقلب على شي واحد وقال لي هذاك الشخص قال لي الا ما لقيتي شي واحد انا نمشي معاك. قال لي راه الدراري كلهم خارجين. قال لي واش ما عندك شي واحد؟ قال لي كلشي خارج. قال لي الا ما لقيتيش شي واحد انا نمشي معاك. مالك اخويا رضا ما تكعى ما تقلق حتى شي حاجه، اش كندير انا هكا؟ السيد خارج مع نصطات اللي داك راه واحد قال وري هذاك المكناسي قال لي ما دار فيديو، قال لي مسجل فيديو، قال لي انا ولكن حطيته على شكل الاوديو. فكل شيء كنعرفو وانا كنتعجب، هما عارفينه وعارفينه ربما واحد النسبة كبيرة مريض. وليش غير سينو مع المشاهير فين ما الدور تلقاه، راه مصيبة كحلة. هذيك عائلة عباس امتى دوات تا تخاصموا معاه؟ علاش ما طلعتيش حيدتي كيف ما كنقولوا التقليد ديالك، وعندك التيك توك كدير فيه الليلة تقول هذاك السيد راه واحد 90% مريض. هذاك نفيسة نوفل امتى دوا؟ حتى ملي ولد شيشي ما بغاش يمشيو عنده العياده باش يدير ليه التجميل ديال الانف. رضا قال لي لا ما بغيتش ندير التجميل ديال الانف، اني في عوج وقاضي به الغرض. قال لي نجيو هذا وهذا، قال لي لا ما بغاش. فخاف على راسو، عارف اشنو كاين، عارفين بعضياتهم، هذاك عارف هذاك الكلينيك كي داير والاخر عارفو كي داير، فخاف على راسو. قال لي لا راه النيف هذاك النيف معاش اللعب، والنيف كيتجرح مره في العام، والعمليات كتبقى تتكرر في الأنف حتى كيوقع ليه كيما وقع لديك حورية فرغالي وكيف ما وقع لمايكل جاكسون. النيف ما فيهش اللعب. العملية الأولى هي ناجحة يا خاسرة، ما نجحتش العملية تكمّش، سير واحد العام ويا ترى.
وهداك العام اللي غادي تسنى فقط غادي يصلحوا غير داك التشوه اللي كان أو اللي وقع لك في العملية الأولى، أما باش يجمّلوا صافي لا التجميل الأنف مع ضربت مع خاصها تكون لصقت، ما لصقتش كتمشي فواحد المعاناة كبيرة. علاش لا داك الشيء أغلبية الناس ما كيقربوش النيف، ما كيقربوش ليه، فقال ليه لا، هي فاش ناض نوفل كيقول وأنت 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 وأنت. فالمهم نقرا عليكم المقال اللي خرجت به كاش 24 اللي كانت صريحة بخصوص الترحيل ديال ولد الشينوية. في إطار إجراء تأديبي قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة إدماج ترحيل السجين الملقب بلقب ولد الشينوية إلى السجن المحلي لودايا بمراكش لقضاء ما تبقى من عقوبته السجنية البالغة 3 سنوات نافذة. وبعد استكمال الإجراءات الإدارية والتفتيش، يعني حتى الزنزانة وداكشي تم التفتيش ديالها بشكل كامل. أنا نقرأ عليكم بقية المقال باش توضح الصورة. ثم تم إيداع المعني بالأمر بجناح خاص بالموقوفين ذوي الميولات الجنسية المختلفة، وذلك تفادي لأي احتكاك قد يهدد النظام الداخلي للمؤسسة أو يعرض السجناء لخطر العدوى بالأمراض المنقولة جنسيا. كيفاش عرفوه؟ باش عرفوا كيفاش عرفوا أن السيد الميولات المختلفة، وراه حتى لهداك الملقب بالهدهد حتى هو كيتكلم بيديه وهذا وهذا، ولكن السيد كاين في سجن الوداية عادي عادي. لكن هاد ولد شيشي ولف محركين عنده الفلوس، ما عندوش مشكل، ولف في الحياة ديالو العادية، جايبو الأوديوات خارجين ليه التسجيلات خارجين ليه السيد يوميا كيتقضى، وداك الشي كاين حتى في الليلات. دابا هذا هو المشكل، الليلات اللي كيدير ولد شيشي كلشي عارف أنها برعاية الزوامح. دابا خوتي داك الشي اللي كيكون في هذاك سيدي علي أو بما يسمى ليلة السلطان، هادو الطقوس وهداك كيجيبوا واحد كيقشقش بالزين كيلبسوه ويقادو هادو تيشي وشيشي راسهم ديما كاينين في سيدي علي. سيدي علي ما كيخرجوش منه، كيديروا الليلات كيشدوا واحد كيقشقش بالزين كيلبسوه ويقادو ويديروا عليه داك الطقوس، هو السلطان لديك الليلة. عرفتو اللي باغي يدير الزيت الريط مع داك السلطان شحال ديال الفلوس كيدخلوا في هاد الليلة بالضبط. السلطان زعما راه داك السلطان ديك الليلة راه كاع داك ملك الجن الملوك ديال الجن كلهم كاينين فيه داخلين فيه، زعما راه هو الطوب في الطوب. إلا مشيتي درتي الزيت الريط في المعتقدات ديالهم داك الشي ديال زهريات خمامي وداك الشي راك شي حاجة راه غيتقاد لك الميمون وتقعد لك السعد وهداك صافي مين يزود أكتر. وكيبقى هداك الزيت الريط زيت الريط زيت الريط زيت الريط راكم فهمتوني. وهداك اللي داير الليلة هو اللي كيتخلص اللي هو ريضة ولا الشينوية. من بعد هداك الدري اللي هو السلطان وعلم الله بشحال من واحد دار ليه البسالة كي كيستمر، كتكون أول مرة كيدخل داك العالم وكتكون البداية ديالو في داك العالم. وهاد الشي ماشي جبتوه من راسي، هادي راه الشهادة ديال واحد اللي معروف جزار في سيدي علي اللي عندو تيك توك، هو اللي خرج الأسرار وعنده مشكل مع رضا وتكلم على الليلة ديال السلطان اللي كديرها شيشي وكيديرها رضا كل واحد على حدة، وقال لك الأموال اللي كتدخل وداك الدري من ديك الوقيته كيضيع صافي. السيد 3 ولا 4 مين يزود أكتر غادي يدخل كيديروه في غرفة ويدخل على هدا ويخرج على هادي، والناس اللي كيآمنوا بداك الطقوس كيقول لهم زعما راه ديك الليلة تاع السلطان ما خاصهمش يزقلوه، راه كأنه راه شي حاجة. المهم داك الشي كتير وخطير، فهاد رضا هادي بانت فيه. فحفاظا على السلامة ديالو وحفاظا كذلك على أن العدوى الله يحفظ ما تنقلش، وأن يتحبس الاحتكاكات اللي ربما كاينة في ديك الزنزانة، فهزو السيد وداو لداك الجناح اللي كاين في سجن لودايا حطاه في زنزانة انفرادية، شي ما كيشوف شي ما كيدير شي، لأن داك الشي راه مصيبة كحلة.
عرفتوش علاش إدارة السجون تحركات في رمشة عين؟ في رمشة عين، راه الله يحفظ إلا كان هاد رضا مريض وعاد 2 ولا 3 ولا 4، راه هذاك راه كاين اللي غادي يتوب وغيتزوج، ها هو مشى لمرتو، الآخر مشى عاود دار الزطرات مع صاحبو، أيوا حكايتنا مشات من الواد للواد، من الواحد لواحد وداك الشي غادي. علاش قلت لكم هادو ما فضحوه حتى تخاصموا معاه، لا أم زايد لا طويليني لا عائلة عباس كلهم، لا هشام المداح حتى تخاصموا معاه، عاد ناضوا كيفضحوا فيه. هما عارفينو كينعس على كرشو وعارفينو فيه اللعبة وعارفينو كيجيب الدراري، ولكن علاش حتى شي واحد ما قدر على انه يدوي لوجه الله سبحانه وتعالى باش الناس يعرفوا داك السيد راه مريض، انه مهما داك الشيء اللي عطاهم راه ما كيسوى حتى حاجه، غير لوجه الله ماشي وجه حتى شي واحد لوجه الله. غتقول لي خايفين كيف ما قدروا انه يمشيو يشهدوا فيه ويطلعوا في السوشيال ميديا ويطلعوا تشوف تيتي ويطلعوا وحتى الناس اللي بانوا معاه في السوشيال ميديا عارفينه قبل ما يخرج، قبل ما يبان في السوشيال ميديا كان معروف بمول الكارطة في الإمارات، كان معروف بمول الكارطة، هذا هو الاسم ديالو الحقيقي. ملي قرر على أنه ما يبقاش يضرب الكارطة عطاه الاسم عطى راسو لقب رضا ولد شيشي، ما بقاش كيضرب الكارطة، حبس فيديوهات وهذا من هنا وهذه من هنا حتى دار بلاصتو وسط المشاهير والفنانين. حتى كيبان لك شي معرض ولا شي احتفاليه ولا شي تظاهره ديال الفن والفنانين حتى كيبان لك السيد كيدور بتليفونه، ها هي زهر كراكي، ها هي هادي، اش كيدير بالسلامه، شنو هو الفن اللي تيقدم، شحال من مره كنتصدم، هو مؤثر ولكن شنو كيدير مع فنانين كبار وشنو اش كيدير هاد السيد هذا، بزاف د العلامات كتطرح. المهم اخوتي هذا هو السبب الحقيقي ديال ترحيل ولد شيشي من عكاشة إلى الوداع.